السلام عليكم. التربية الإسلامية للصف الخامس ابتدائي. بعد أن قرأنا سورة المعارج في درسنا السابق، اليوم ناخذ المناقشة ونحلها مع بعض. درسنا لليوم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. المناقشة: أولا اكمل الآيات الكريمة التالية، اكمل الآيات الكريمة الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا. هنا عندنا هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه كانت فراغات انطيناها بالسؤال الأول. نأتي الآن إلى السؤال الثاني. هذا الطالب يكتبهن جميعا. عندنا السؤال الثاني أو ثانيا: ذكرت الآية الكريمة عددا من صفات الإنسان السيء. عددها. نأتي إلى الآية الكريمة. هذه هي الآية الكريمة، ذكرت عددا من الصفات السيئة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. في هذه الآيات الكريمة يوضح الله تعالى صفات الإنسان السيئة. صفات الإنسان السيء: الخلق الذي يتضجر ويتجزع إذا واجهته مشكلة في الحياة ولا يصبر. هذا جواب النقطة الأولى. النقطة الثانية: ماذا أعد الله تعالى لعباده المؤمنون، لعباده المؤمنين؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم: الذين هم على صلاتهم دائمون لأنهم آمنوا بالله تعالى وحافظوا على الصلاة. هؤلاء الناس وعدهم الله جناته ونعيمه. إذن وعد الله هؤلاء الناس جناته ونعيمه. نأتي للنقطة الثالثة: اذكر آية قرآنية من سورة المعارج تصف المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. هؤلاء هي صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله في سورة المعارج. نتمنى أن استفادتوا من درسنا لليوم. أتمنى لكم التوفيق والنجاح.